منذ الطفولة انتبهت في البداية أنه بالضبط التعامل اللي كاين تيكون داخل الأسر والعائلات الممتدة وفي المجتمع فيما بعد، في المدرسة، في الثانوية إلى غير ذلك، في الشارع مع الجيران إلى غير ذلك. دائمًا كنت تنتبه أنه تنعطيو بعض الامتيازات بين قوسين إلا بغينا نقولوا للولاد على حساب البنات. مثلًا كنت نلاحظ أنه تنمشيو للمدرسة أنا وخاي اللي كبر مني بعامين، وملي تنرجعوا في العشية تناكلوا، ومن بعد الماكلة الوالدة تتقول لخاي يخرج يلعب الكرة، وأنا تتقول لي دخل للكوزينة تغسل داك الماعن وتبدا تتعاونني في التوجد ديال العشاء. هاد التصرف هذا كان تيبان لي ماشي هو هذاك، أنا بالنسبة ليا انتبهت أنه ماشي هو هذاك، لأن مفروض أنه بجوجنا خصو يكون عندنا الحق نمشيو نلعبوا، وبجوجنا خص يكون عندنا الواجب ديال ندخلوا نديروا الشغل بالدار، يعني لأن هذه مسائل كلها مهمة في الحياة ديال الإنسان. هاد الأمور هادي دابا أنا عطيت غير هاد المثال بسيط، ولكن الأمثلة كثيرة كاين متعددة، هي اللي خلقات عندي واحد النوع د الملاحظة والانتباه اللي غادي يولي فيما بعد وعي بأنه في الحقيقة راه ماشي غير في دارنا كاين هذاك الشيء، وماشي غير الوالدة اللي، بل المجتمع برمته في مختلف المجالات والميادين والحالات اللي عليها حنايا في المجتمع. كاين هاد لا بغينا نقولوا ازدواجية المعايير، هاد الازدواجية في التعامل اللي دائمًا تتوضع المرأة في واحد المرتبة أقل من الرجل. هاد الشيء غادي يعطيني الوعي فيما بعد اللي غادي يخلّيني نفهم أن في الحقيقة الأمر تيتجاوز الأسرة ديالي وعائلتي والمجتمع ديال المدينة اللي أنا فيه والمغرب، بل هو واقع حال كاين في العالم بأسره وعنده سمية. العلماء والباحثين اللي تيشتغلوا عليه طلقوا عليه أسماء اختلفت، يعني اختلفت، ولكن في مضمونها ظلت هي كذلك. تتسمى نظام الباترياركات، تتسمى نظام التفوق الذكوري، تتسمى نظام الهيمنة الذكورية، تتسمى نظام التراتبية بين الجنسين، وأحيانا تتسمى نظام التمييز على أساس الجنس. إذا طبعا أنا هذا الوعي اللي حصل لي غادي يخليني نفهم أنه باش يتغير داك الشيء، باش يتغير هذا الواقع هذا، ما يمكنش يتغير فقط على المستوى الشخصي والفردي، علما أنه مهم جدا يكون تغيير على المستوى الفردي والشخصي، ولكن بما أنه مرتبط بمنظومة متكاملة استوعبت وفهمت أنه ما يمكن يتغير بشكل كبير وبشكل شامل إلا في إطار نضال جمعوي منظماتي، نضال في حركة، نضال في منظمات، نضال في جمعيات إلى غير ذلك. وهو اللي غادي يخليني يعني بشكل مبكر وأنا لا زلت شابة أنخرط في أولى الجمعيات، بل يمكن لي نقول أنني ساهمت في تأسيس أولى الجمعيات النسوية ديال الجيل ديال الثمانينات.